هي الناس دي بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ عارف السؤال ده اللي دايما بتسأله لنفسك لما بتلاقي ناس معاه فلوس كتيرة جدا 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 جدا. انت فعلا مش بتكون عارف هم جابوها ازاي؟ بوظيفة يفضلوا فيها 8 ساعات في اليوم ويقبضوا في الآخر ملاليم، ولا بنظام اجتماعي واقتصادي ما بيوصلش لأي حاجة؟ الناس دي في النظام ده وصلوا لكميات الفلوس دي ازاي؟ ده بالظبط اللي بتحاول تجاوب عليه ميرفانا ماهر في كتابها أثرياء 5 نجوم. ميرفانا هنا في الكتاب ده بتقولك لو انت فاكر ان الثراء معناه بس رصيد ضخم في البنك، عربيات وفيلات وسفريات، يبقى انت بتفكر غلط. ميرفانا بتقولك في الكتاب ده تعال انا هقولك الحقيقة الكاملة. في ناس معاها ملايين بس عايشة في قلق، وفي ناس تانية فاهمين اللعبة كويس وبيكسبوها صح. في كتاب أثرياء 5 نجوم ميرفانا ماهر بتاخدنا في جولة جوه كواليس عالم الأثرياء، مش عشان نحسدهم لكن عشان نتعلم منهم. الكتاب صادر عن دار ريتشا للنشر والتوزيع، وبيحكي عن 45 شخصية وعيلة من أغنى أغنياء مصر والعالم. الناس دي مش بس عندها فلوس، عندها نظام حياة، أولويات مختلفة، وطريقة في التفكير بتخليها تكسب حتى وهي بتخسر. ميرفانا مش بتقدم الكتاب كحواديت، هي بتستخدم أسلوب تحقيقي شبه صحفي عشان تفكك الظاهرة. إزاي بيتكون الثراء الحقيقي؟ الحقيقة إن عالم الثراء له مفاتيح. المفاتيح دي بتقوم على مجموعة من المقولات، أهمها الوقت أهم من الفلوس. وقتك هو أعظم مواردك، هو الشيء الوحيد اللي مش ممكن تسترده مرة تانية. الأثرياء بيعرفوا يسعروا وقتهم، ما بيضيعوش في تفاصيل مش مهمة ولا بيرضوا بكل حاجة. المفتاح التاني، الأزمات مش عدو لكنها فرصة. أي استثمار سليم هيثبت نفسه في الوقت. النجاح مش بيجي في الأوقات الحلوة لكن في وسط الأزمة، لما الكل بيخاف هم بياخدوا خطوة لقدام. هم دي اللي هم الأثرياء. المفتاح الثالث، الفلوس وسيلة مش غاية. مع الوقت الأولويات بتتغير، والأموال مش هدف لكنها وسيلة. كل شخص ناجح بيجي عليه وقت بيراجع نفسه، هو أنا سعيد؟ هل حياتي متوازنة؟ الأغنياء اللي استمرت ثروتهم هم اللي قدروا يسيطروا على الفلوس مش العكس. تعال أحكي لك حدوتة بدون ذكر أسماء أو تفاصيل تحرق المحتوى، لكن بصيغة اللي هتقراه في الكتاب. اللي هتقراه في الكتاب مجموعة من القصص، زي قصة راجل بدأ من بيت صغير في الصعيد، سافر وتعب واترفض كذا مرة لكن قدر يبني شركة بقيمة مليارات. قصة تانية عن واحدة ورثت فلوس كتير لكنها خسرت جزء كبير منهم ومع كده قدرت ترجع أقوى. قصة شخص عاش طول عمره غني لكنه كان بيعاني من العزلة ومن مشاكل أسرية بسبب أسلوب حياته. كل قصة في الكتاب مش بس فيها معلومات مالية لكن فيها أسئلة وجودية عن السعادة والرضا والتوازن. تعال أقولك أنت ليه محتاج تقرأ الكتاب ده. لأنه مش كتاب تنمية بشرية ولا تنظير فارغ، ولأنه بيعرض الواقع زي ما هو، قصص حقيقية بأسلوب جذاب سهل ومليان رسائل، ولأنه مش بيقدم حلول سحرية لكنه بيفتح عينيك على حاجات هتغير طريقة تفكيرك. كتاب أثرياء 5 نجوم مش بيوعدك إنك هتبقى مليونير بعد ما تخلصه، لكنه ممكن يغير نظرتك للحياة وتفهم إن الثراء مش بس الفلوس لكنه في طريقة التفكير. تعالوا أقول لكم أكتر اقتباسات عجبتني في الكتاب. الحقيقة أكتر اقتباس عجبني هو أول تقريبا فقرة في الكتاب، بتقول فيه ميرفانا: نحن في عصر الثراء الفاحش، هذه حقيقة شئت أم أبيت، فقد أصبح الأغنياء أكثر ثراء بشكل مبالغ فيه، وبلغت أرباح شركاتهم مستويات قياسية بعد أن ركزت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 الثروات الضخمة بين يدي نخبة صغيرة. وعلى مدار السنوات ال10 الماضية استحوذ أغنى 1% من البشرية على أكثر من نصف الثروة العالمية الجديدة. ومنذ عام 2020 تسارع أصحاب الثراء الفاحش على ما يقرب من ثلثي جميع الثروات الجديدة المتراكمة. اقتباس تاني عجبني جدا، بتقول فيه ميرفانا: تعتبر القراءة اهتماما أساسيا لأصحاب الثروات الفاحشة،
فهي استثمار في معرفتهم وتعزيز لمهاراتهم وطريقهم للمضي قدما في الحياة والمحافظة على ثرواتهم. الصحة هي الثروة الجديدة لأغنياء العالم ومجال استثمارهم، فالمال يمكن أن يشتري كل شيء باستثناء الصحة. الصحة الجيدة والعمر الطويل، وهو ما يبدو أنه في القريب العاجل سيصبح خيالا علميا، فالبحث عن العيش للأبد والحفاظ على الشباب هو التحدي والفرصة الأكبر له. الكتاب مليان أرقام ومليان كوتس ومليان حواديت ومليان معلومات يمكن تسمعوها لأول مرة عن فئة من الناس احنا ما بنشوفهمش وما نعرفش عنهم حاجة، وكمان مش متاح ان احنا نحتك بيهم او نشوف حياتهم عن قرب. ميرفانا عملت ده وبذلت جهد عظيم جدا علشان توصله. اتمنى الكتاب يعجبكم. هسيب لكم الرابط اللي ممكن من خلاله تقرأوا الكتاب اونلاين او تطلبوه، واتمنى لكم قراءة ممتعة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.